السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكلمكم النهاردة عن موضوع بيشغل كتير من المربيين، وهو عن كتكوت فرز الديوك. وأول حاجة هنتكلم عنها إيه هو كتكوت فرز الديوك. فرز الديوك بيكون من خلال عملية التجنيس، وهي عملية الغرض منها هو فرز وفصل الذكور عن الإناث في عمر يوم بعد الفأس مباشرة، وبيتم عن طريقها معرفة جنس الكتكوت الذكر من الأنثى. وطبعا الديوك بتبقى حجمها أكبر من البرابر اللي هي الإناث، ففي حد ممكن يقولك أنا هفرز لك الديوك واديها لك كتاكيت، يعني هيفرزها لك واديها لك وسعرها مختلف شويتين. والموضوع ده مهم جدا. أولا عايزين نفصل بين حاجتين ونفرق بينهم، لأن في بينهم خلط كبير: الجدود وفرز الديوك. يعني الكتاكيت اللي بتعرض على المربي حاجة من 3: يا كتاكيت طبيعية عادية جدا، يا كتاكيت بيقولك عليها ان هي جدود، يا كتاكيت بيقول عليها فرز الديوك. الخلط بيكون بين الجدود وفرز الديوك. بخصوص الجدود فموضوعها محسوم، وهو كلمتين، لان لما حد بيجيب لك كتكوت كده ويقولك ده كتكوت جدود، ده له 4 أو 5 مصادر، ولازم يكون من الشركة الأم وبفاتورتها وبعربيتها، لأن الكتكوت الجدود ده بيجيلك من الشركة صاحبة السلالة في مصر اللي واخدة توكيل السلالة في مصر. أيا كانت السلالة بتاعة الجدود فهي في حدود 5 شركات، واتفقنا إن هما هيجولك بعربية الشركة وبفاتورتها. أما فرز الديوك في سلالات التسمين، ممكن تستفاد من عملية فرز الديوك في التسمين، لأن ثبت عمليا أن الذكور أسرع في النمو من الإناث، لكن ده طبعا أمر شاق وصعب بسبب الكثافة العالية، وبالتالي غالبا مش بيتم تطبيق عملية فرز الديوك في قطعان التسمين. عشان كده بننصح كل واحد بيربي فراخ تسمين إنه يشتغل جدود الشركات، وده لأن نسبة الديوك فيها 100%، عشان الشركة عايزة البرابر عشان البيض، ومفيش حاجة اسمها تفاوت في الأوزان. تاني حاجة المناعة العالية اللي في كتكوت الجدود ممتازة، كمان نسبة النافق بتكون أقل بسبب المناعة العالية. وشكرا ليكم، واستنونا في فيديوهات جاية، وما تنسوش تفعلوا زر الاشتراك والجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.